اول حاجه نسيت اعرفكم على العضو الجديد معانا، استاذ منصور الحفني. احنا لسه بنختار اسمه وعملنا كده على الانستجرام كذا حاجه، قلنا عايزين نعرف اسمه يا جماعه. صديقي الجديد، خلينا بس مطفين النور عشان ما يزغللناش، ونتكلم عن الساعه الديفيا. اول حاجه نتكلم عن محتويات العلبه زي ما هي ظاهر في الريل. اول حاجه العلبه شكلها شيك جدا، بس احنا ده مش هيعمل معانا حاجه، مش هيفرق معانا في اي حاجه. هنتكلم عن المواصفات الداخليه. دي العلبه بيجي معاها الشاحن اللي هو ال2 بن، بيجي معاها يا سيدي الكتالوج. طبعا مش هنحتاجه في حاجه لان انا هشرح لك كل كبيره وصغيره في الساعه وهقول لك تجيبها ولا ما تجيبهاش في الاخر. وطبعا كارت الضمان الجميل، ضمان سنه جميل، شركه ديفيا بتدي ضمان سنه. وقلنا الشاحن، والمفاجاه بقى اللذيذه اللي عجبتني اللطيفه جدا، معاها ستراب زياده غير الستراب بتاع فكره. دي بالمناسبه هي دي الساعه انا بجربها بقالي شويه عشان طبعا اعرف اشرح لكم، نعرف هنقول ايه. ستراب جلد وستراب سيليكون. طيب خلينا نشرح بقى كده. احنا قلنا محتويات العلبه الجميله. اول حاجه عن الشكل والتصميم. الساعه اولا الناس اللي صنعت الساعه دي هم عارفين هم بيعملوا ايه. طيب اول حاجه نتكلم عن الشكل والتصميم. شكل الساعه والتصميم هي شبه الواوي الجي تي 1، وده اللي عاجبني فيها، حتى نفس الشياكه بتاعتها. يعني بص عامله ازاي، بص نفس الشكل، الوزن بتاعها حلو جدا. ستراب السيليكون، والستراب معاها تاني محترم، ستراب تاني اللي هو الجلد. لا يعني الساعه شكل والتصميم بتاعها ممتاز، وبتيجي بزرار معدني من الجنب وزرار تاني للباور. البكره دي بتعرف تسكرول منها زي ما انت شايف كده وتقلب الباك جراوندز. جميل. طيب ايه تاني هنتكلم؟ بس انا هتكلم عن شويه نقط كده قبل ما ابدا الشرح. تقريبا سعر الساعه بيتراوح ما بين ال 3000 اكتر او اقل تقريبا، يعني في الرينج ده. خلينا الاول قبل ما اتكلم عن اي تفاصيل تانية اتكلم عن نقطه مهمه جدا، السنسورز. بصوا يا جماعه عشان نبقى متفقين، انا قست الريتس بتاع السنسورز بتاع الساعه دي وساعات تانية اعلى منها بكتير زي الواوي 13000 جنيه. طبعا مش مقارنه، مش بقارن بين الاثنين، او الابل. لقيت ان السنسورز قريبه بنسبه 90%. ده مبهر بالنسبه لي. ساعه لسه نازله السوق جديد، زي ما كنت بشرح في الريل من فتره ان هي السنسورز بتاعتها مظبوطه. ان السنسورز المفروض هي اصلا اكتر حاجه مكلفه في الساعه. يعني لما احط الشيبست بتاعتها او الشبايه بتاعت السنسورز، المفروض هما بالناس بتحط حاجه رخيصه عشان خاطر يعرف يطلع لك ساعه بالشكل ده والمواصفات اللي انا هشرحها دلوقتي. لا هو مديك شكل ومواصفات ومديك سبيكس. طيب اول حاجه نتكلم عن هارت ريت. طبعا بتقيس ضربات القلب، وقلنا مش اكيوريت قوي 100%، بس انا بالنسبه لي لو جابت 60% مش 90، 60% نفس الهارت ريت اللي على الساعات الغاليه ب 13000 جنيه، لا بالنسبه لي بصراحه دي تفت عن اي حاجه تانية. رغم ان انا يوزر سامسونج ومعايا ساعه سامسونج ومعايا كذا ساعه يعني موديلات تانية مختلفه، لكن دي من اكتر الساعات اللي ارتحت فيها كشكل. بص الشكل بتاعها شيك ازاي، فيها اكتر من 25 مود رياضي، فبالنسبه لي حاجه لطيفه جدا. طيب ايه تاني؟ فيها السليب مونيتور اللي بيحدد لك بقى، بيقول لك ايه بقى السليب مونيتور ده؟ بيقول لك انت نمت قد ايه، والكواليتي بتاعت النوم. يقول لك مثلا انت نمت 5 ساعات، منهم 3 ساعات نوم عميق اللي هو الديب سليب، في نوم سطحي ساعتين، فبيقدر يخليك تعرف تمانج النوم بتاعك وتقيسه كويس، فتفضل لابسها وانت صاحي وانت نايم. هتقول لي يا عمرو طب والبطاريه بتاعتها تستحمل مني صاحي نايم لابسها؟ البطاريه بتاعتها بتقعد من 5 ل 7 ايام على حسب استخدامك، وممكن تقعد اكتر من كده. انا عن نفسي ما بتقعدش معايا ساعات، لان انا بقعد امسك الساعه استخدمها استخدام مهين عشان خاطر اعرف اطلع المواصفات بتاعتها. قيس نسبه الاكسجين في الدم، وبتقيس ضغط الدم. وكمان لو انت يوزر ابل، هي بتشتغل على اندرويد وعلى الاي او اس، لو انت يوزر ابل ودخلت على ابل هيلث تقدر تربط الساعه وتشغلها على الابل عادي جدا كانها ساعه ابل، وتقرا من عليها الانسايتس بتاعتك وتعرف كل التفاصيل بتاعتك. بتعمل كل يعني فيها مكالمات، ومش بس كده، ده انا ممكن ارد على المكالمه من الساعه، يعني فيها مايك. لا ده انا كمان ممكن اخش على الهيستوري من غير ما اجي جنب الموبايل، اخش على الهيستوري اشوف سجل المكالمات، اشوف مين متصل بيا واتصل بينه من خلال الساعه مباشره. بتقيس الطقس، بتيجي ب2 ستراب فريم معدني يتحمل الصدمات، وفيها منبه بتقدر تظبط فيها المنبه، وبتيجي بلوتوث 5 فده بيخليها سريعه في الاقتران، وتقدر تقعد بينها وبين الموبايل ممكن يوصل لحد 10 متر ما بينها وما بين الموبايل وما تفصلش. وطبعا بيجي فيها الان اف سي. طب خلينا نشرح بقى موضوع الان اف سي ده عشان في كذا حد اتكلم عنه. الان اف سي في مصر اللي بيدعم الكريدت كارد ما بيشتغلش. بمعنى ايه؟ بره انت هتلاقي مثلا في الفيديوهات بتاعت الخلايجه بالذات
على التيك توك وكده، واحد حاطط المحفظه بتاعته او الساعه بتاعته في جيبه، راح واحد صاحبه هزر معاه حط له الفيزا ماكينه الاي تي ام راحت اتسحبت. انت تقدر تشغل الساعه دي ان اف سي، تحط عليها كريدت كارد، تمام، وحاسب من خلالها. بس خاصيه الدفع بالان اف سي مش مدعمه في مصر، لكن الان اف سي استخدمه في ايه؟ لو عندك سمارت دور اقدر افتح الباب زي الباب ده، اقدر افتح الباب بالساعه، اشغل ان اف سي. هتقول لي الطريقه ازاي؟ عشان الناس بتسالني كتير قوي موضوع ازاي اشغل ان اف سي على الساعه. شفت حضرتك لما بيجي لك الراجل بتاع الاسانسير، تمام، بيجي يعمل ايه؟ بيبقى معاه شفره ماستر اللي هي الرئيسيه، ومعاه شفره الاسانسير. بيعمل ايه؟ بيقول لك هات الشفره بتاعتك، بيعدي الكارت بتاعه اللي هو الاساسي الرئيسي ويحط الشفره بتاعتك، صح كده؟ طيب الساعه بقى اعملها ازاي لو عايز اشغل الاسانسير؟ ها، شفره الاسانسير اللي كل شويه بتضيع منك تشغلها ازاي بالساعه؟ هتعمل ايه؟ تروح الاسانسير تحط الشفره الرئيسيه اللي هي بتشغل او بتشفر بالمعنى الدارج الشفره بتاعتك. هتحط الكارت الاساسي، هيطلع يعمل منك صوت الصفاره تيت تيت تيت، تروح حاطط الساعه، هتروح تفتح لك الباب عادي، تعمل لك اي خاصيه فيها حاجه ان اف سي. الشاشه بتاعتها 1:36، يعني مقاس 46، المقاس الجميل اللي هو الواضح الكلير اللي يخليك تشوف حجم الساعه بطريقه لطيفه. طب هل الكلام الحلو ده ليه ابلكيشن؟ ليها ابلكيشن. الابلكيشن موجود QR كود او من خلال الويب سايت بتاعهم، فانت هتخش هتلاقي QR كود، تعمل له سكان ينزل لك الابلكيشن عشان تعرف تشوف منه بقى الهيلث مونيتور والسبورتس مود وكل الحاجات اللي الجميله اللي احنا قلنا عليها في الاول. طيب هل هي مضاده للميه؟ هخليك تجرب دلوقتي. الساعه مضاده للميه لان هي اي بي اكس، فبتستحمل رذاذ الميه وممكن تتوضى بيها عادي لو انت بتستخدمها، مفيش مشكله، لكن ما تنزلش بيها ميه مالحه. اخرها حمام سباحه، ميه عذبه، اي حاجه ضد الميه هي ميه العذبه، عشان بس انا لازم انوه عنها في كل فيديو. في سؤال برضو ناس كانت بتسالهوني، احنا جبنا الساعه بس احنا مش عارفين نشغل المكالمات فيها. لو سحبت صارت الاشعارات من فوق هتلاقي علامه المايك، لو دوست عليها لان هي بتقرا على الموبايل ان هي 2 بلوتوث للمكالمات وبلوتوث للساعه. طبعا من الحاجات اللطيفه اللي هي الفيتشرز اللي موجوده في كل الساعات، مجرد تاخد ان انت تقدر تاخد صور من الساعه من خلال الابلكيشن عادي جدا. يعني ممكن انا اقدر اخد صور من الساعه من خلالها من غير ما افتح الموبايل. يعني انا معايا الموبايل هدوس كابشر هيكابتشر الصوره من الموبايل دايركت. هنا بقول لك على كام دهليزه من دهاليز الساعه دي محدش هيقول لك عليها غيري. انت عارف ان الساعه دي بتدعم اللغه العربيه، طبعا الرسائل بتاعتها بتيجي باللغه العربيه، مش حروف مفرطه او بتيجي من اليمين للشمال او العكس، لا بتيجي حروف واضحه زي ما انت شايف في الفيديو كده. بيقول لك الرساله بتتقري فيها عربي وانجليزي، الاثنين بيتقروا مع بعض بصوره واضحه ورساله كامله، فهي اول نقطه تحسب لها. لا انا عايز اقول لك على المفاجاه بقى، انت ممكن تغير لغه الساعه نفسها. لو انا النهارده مش بعرف استخدمها انجلش، مش برتاح فيها بالانجليزي، انا عايزها بالعربي، تقدر تغير لغه الساعه للغه العربيه. طيب قلت لك بقى مفاجاه في الساعه دي، تمام، انا قلت لك هقول لك شويه تكات. التكات بقى التكه الثانيه، انت عارف ان هي ممكن تشغل منها ميديا؟ يعني هي لو متوصله على الموبايل تقدر تشغل منها سبيكر، يعني ممكن تشغل منها مزيكا تشتغل دايركت من الساعه. هتقول لي طب انا هعمل بيها، هفضل ماشي بيها مشغل اغاني؟ لا، انت ممكن يجي لك فويس ريكورد عايز تسمعه من الساعه، ممكن تشغل اغاني لو انت قاعد شغال عايز صوت مزيكا هاديه في ايدك كده تبقى سامعها. يعني هي حاجه رفاهيه، انت بتشتري ساعه فاكيد انت راجل مرفه، فانت هتبقى عايز تستمتع بالرفاهيه. من التكه الاخيره بقى، بس طبعا انا مش عارف هي دي ممكن فيميل يعني واحد ست تلبسها ولا لا، بس هي فيها الفيميل سايكل، يعني لو بنت بتحتاج الفيميل سايكل بتبقى عايز تعرف تفاصيلها، ممكن من خلال الساعه تقول لها التفاصيل بتاعتها. واخر تكتين معانا بقى ان انت ممكن تحط عليها باسورد عشان تحفظ الداتا بتاعتك. دلوقتي انا قلعت الساعه وعليها بلاوي زرقاء وعايز اسيبها مكانها ومحدش يلعب فيها، طب انا حطيت الساعه والله اعلم مين يلعب فيها. طب انت ممكن تعمل ايه؟ حط باسورد للساعه، تحط لها باسورد محدش يقدر يستخدم الساعه بتاعتك، ودي حاجه محترمه جدا. واخر حاجه في الساعه من التكات الصغيره، فايند ماي فون. لو انت مش لاقي الموبايل بتاعك بس انت قريب منه وبلوتوث كونكت بالساعه، تقدر انت تدور على الموبايل. حاولت اشرح لك شرح سريع وملخص ومفيد، ما حبيتش استرسل واقول لك ايه احسن وايه اقل، لا في الفئه السعريه بتاعتها انا شايف ان هي وحش الفئه بتاعتها بصراحه، ما ظهرليش فيها عيوب لحد دلوقتي. انا بستخدمها بقالي فتره ومش معايا من جديد. يعني الساعه انا نزلت لها ريل من تقريبا من حوالي 3 شهور او 4 شهور، وكانت فتره جت خلصت ما لقيناش منها تاني. بعد كده جه الوكيل وقال ان هي بقت موجوده دلوقتي في السوق بسعر 3000 جنيه تقريبا، ما يقرب من 3000 جنيه، مش عارف اكتر او اقل، وموجوده عند اغلبيه الوكلاء. يعني الساعه بصراحه انا مش شايف عليها كونسيرن، ما عنديش عليها كومنت، بس انا كده شرحت لك شرح موافي وصافي للساعه دي، وبقول لك على بدائلها في السوق ما يقرب من 3000 جنيه. ممكن تبقى الكوسبت، ممكن تبقى الكيسلكت، ممكن تبقى الايميلاب. مفيش طبعا هواوي ب 3000 جنيه، انت كده تروح تجيب بند. فلو كنا على ساعه مدوره
طب ال 3000 جنيه تجيب لي كيس سيلكت او لورا او كوسبيت ما فيهمش ان اف سي، ما همش اتنين استخدام، ما بقدرش اعمل مكالمات دايركت من الساعه، لا في حاجات كتير تخليني اروح للساعه دي، فاهم؟ فلا فيها شويه حاجات فعلا لصالحها، انا شايف ان فيها اكتر من 18 ميزه كمان تخليك تشتري الساعه دي. بس كده، يا رب ما اكونش طولت عليكم ويكون المعلومه كانت مفيده ووصلت لكم، ويكون ان شاء الله علما ينتفع به. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملنا لايك وشير، ولو انت اشتريت الساعه قول رايك في الكومنت عشان الناس اللي جايه بتتفرج على الفيديو تشوف الكومنت بتاعك، تمام؟ واستاذ محروس بيسلم عليكم، وايه ما تخافوش ده سهم كده، ايه ده حركه بس، تمام؟ الى اللقاء.